تعالوا هنعمل مع بعض بوكس الهدايا التحفة ده، جميل جدا وشيك وكمان من حاجات بنرميها. فيلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هحتاجها علشان اعمل البوكس، هحتاج ازازة فاضية وهعوز الجزء ده. هجيب القطر وابتدي اقطع الجزء ده علشان ده اللي هحتاجه في فكرة النهاردة. بعد ما بفصل الجزء ده كويس بالقطر، هجيب المقص وابتدي اسوي الحروف دي علشان مش بتبقى متساوية. هسويها كويس وممكن كمان نحطها على حرارة مكوى لو عايزينها تبقى مش حادة. وكده بعد ما خلصتها هبتدي اقص الجنب التاني بالقطر بنفس الطريقة واسويها بالمقص لو في اي زوايا. وكده بعد ما قصيتها وظبطتها كويس من الجنبين، هبتدي بقى اخد الجزء اللي فوق ده واتنيه لجوه بالطريقة دي كويس جدا علشان اعمل شكل القلب. هتأكد كويس ان انا بتنيه، وكمان هاخد الجزء اللي تحت ده واتنيه لبره بالطريقة دي علشان يديني شكل القلب، وهأكد على التانية دي كويس علشان ما تفردش معايا. وكده ده شكل القلب بعد ما ظبطته كويس. هحتاج بقى اكمل بقية التغليف بورق فوم لون احمر او اي لون يعجبكم. الحرف اللي بيبقى في الازازة ده هحط عليه شمع كده بالطريقة دي علشان اعرف اثبته على الفوم وابتدي افرغه. وده كده شكله بعد ما فرغته وثابت كويس. هحتاج بقى اخد الناحية التانية واحددها على الفوم بالطريقة دي على 2 علشان هحتاج واحدة للغطا وواحدة هحطها من جوه. هحتاج واحدة للغطا بالطريقة دي، ممكن اعملها اصغر شوية علشان اعرف ادخلها، والتانية هتكون بنفس المقاس او اكبر سنة صغيرة علشان تبقى للغطا. هحط شمع على القلب الصغير شوية بالطريقة دي وابتدي اثبتها في قاعدة البوكس. بعد ما ثبته كويس بالطريقة دي هحتاج شريط من الفوم الجليتر باللون الاحمر علشان احطه على حرف البوكس من تحت بالطريقة دي. هحط عليه دبل فيس او هحط عليه شمع على حسب المتوفر. انا حطيت دبل فيس وهبتدي اثبته كويس. ناخد بالنا ان لو شريط الفوم ما كفاش معانا ممكن نوصله عادي بالشمع او بالدبل فيس، هيوصل معانا ويكمل معانا بقية الشكل كويس ومش هيعمل اي عائق. بعد ما بثبت الشريط بالطريقة دي بثبته كويس وده بيبقى شكله وده بيبقى الفينش بتاعه. هبتدي بقى اعمل الغطا واكمل بقيته. هحتاج برضو شريط من الفوم علشان اعرف اثبته على الغطا. هحط شمع بسيط خالص على حرف الفوم علشان اعرف اثبت شريط الفوم عليه. هلفه على القلب كله لحد ما اخلصه برضو بنفس الطريقة، وكمان لو احتجت اوصله هكمل بقية توصيل ليه. وكده بعد ما لفيت شريط الفوم عليه كويس هثبت بس الاطراف الاخيرة دي كويس بالشمع، وكده يبقى الغطا خلص معانا. وممكن كمان نبدأ نزين فيه او نكتفي لحد كده على حسب ذوقنا وعلى حسب اللي يعجبه. وكده تقريبا البوكس خلص معانا وكده انتهينا منه. ممكن طبعا نكتفي لحد كده، ممكن نزود تفصيلة كمان. انا جبت فوم جليتر باللون الابيض او اي لون زي ما انتوا عاوزينه. كان عندي القطاعة دي على شكل ورود، قطعت منها بالفوم بالطريقة دي علشان ابتدي اثبته على حرف القلب. هقطع منه كتير جدا علشان اعرف اكمل بقية القلب. وكده تقريبا بعد ما البوكس خلص شكله شيك جدا وجميل. ممكن نزود في التزيين او نغير فيه. انا هنا حطيت فيه بونبوني وشوكولاتة، ممكن تحطوا فيه اي هدية عايزين تهدوها في عيد الام او اي مناسبة تانية. حقيقي جميل جدا واقتصادي واتعمل من حاجات كنا هنرميها، فبجد شكله جميل جدا وسهل. واكيد مستنية اشوف تطبيقاتكم للفكرة.